ازيكم عاملين ايه جميعا؟ النهارده هكلمكم في موضوع يعتبر بيتكلموا فيه كتير قوي مؤخرا بخصوص الحوادث اللي بتحصل للحيوانات. معلش هو ممكن الموضوع يكون دمه تقيل شوية اللي انت هتسمعه في الفيديو ده، بس لازم نتكلم فيه بصراحة. خلينا نقول هو ايه اللي يخلي شخص عنده الجراءة ان هو يأذي حيوان بالشكل ده قدام الناس؟ رقم واحد، ان هو بيبقى واثق ان هو مآمن العقاب، لان الحيوان ده ملوش عيلة مثلا هتسأل عليه ولا هيدافعوا عنه او حاجة زي كده. بيبقى عنده احتياط ان ممكن انسان يتكلم او يدافع عن الحيوان ده، بس في الاخر يعني لو واحد مثلا قتل كلب او حاجة زي كده، وواحد جه يدافع يقول له انت خبطته ليه او قتلته ليه او كده، او يقول له إيه انت مالك، يعني هو من بقية اهلك؟ فهي دي بتبقى الفكرة، ان ده مش زيك او انتش دخلك او انت ايه اللي خلاك اصلا تتبرع بالدفاع عنه، طالما عيلته مثلا اخواته ولا اولاده الكلاب وكده ما جوش يدافعوا عنه. فانت ايه اللي احشرك في موضوع زي ده؟ الموضوع ده خطير جدا في فكرة ايه؟ في فكرة ان الانسان ده حقيقة لو جات له فرصة ان هو يأذيك هيأذيك. لو هو واثق ان انت ملكش مثلا اهل هيسألوا عليك او في قانون او حاجة هتلاحقه، لو هو خبطك بالعربية زي ما خبط كلب او قطة، هو حرفيا هيعمل كده. دي مشكلة كبيرة جدا انتوا مش واخدين بالكم منها، ان لو واحد فعلا آمن العقاب هو هيعمل ما بداله. الانسان ده اللي قتل قطة او كلب، احنا ليه مثلا بنطالب بمحاكمته او حاجة زي كده؟ لان الانسان ده فعلا هو خطر، هو مفيش رادع ليه. الفرق ما بينه وما بينك ان انت مثلا واحد عندك قيم او عندك مبادئ بتمنعك من جواك ان انت تأذي حد اضعف منك، لان انت عارف ان الحيوان ده او الكائن ده بيحس، فبالتالي انت ما بتقدمش على انك تؤذيه بسبب انك مقتنع من جوه ان هو بيحس. لكن الانسان اللي بيؤذي حد وما بيبقاش حاطط في اعتباره ان ده بيحس او بيتألم او حاجة زي كده، بيبقى حاطط في اعتباره بس نقطة واحدة، انه اللي هيعمله ده هيعدي. القوانين والاديان نزلت عشان تحمي الانسان، تحميه من شر نفسه وتحميه من شر الناس. قوانين اتوضعت عشان لو مش موضوعة هتلاقي فعلا الاشخاص دي بتقتل وبتعذب وبتموت من غير اي رادع، لان مفيش رادع نفسي جواه يمنعه عن ده. والدليل في البلاد او في المناطق اللي ما بيبقاش فيها سيد قانون او حاجة زي كده، بيبقى منطق العصابات. هو فعلا بيبقى عارف ان مفيش حد هيطارده او هيلاحقه لو هو قتل شخص وتخلص من جثته او حتى ما تخلصش منها، بس فكرة ان مفيش قانون بيحكم هذه المدينة او هذه المنطقة بيخليه يعمل اللي هو عايزه. احنا دايما بنشدد على القوانين الاخلاقية لان هي دي اللي عايشة. لو واحد مثلا عنده مشكلة مع الدين فمش مقتنع بحاجات معينة او مش مقتنع ان الدين بيوصيك بحاجات بسبب تشككه اصلا في الدين، فاحنا بنتكلم ان القوانين الاخلاقية هي دايما اللي عايشة. استمد بقى قوانينك الاخلاقية من الدين من المجتمع من اي حاجة، بس في الاخر القانون الصح هو انك لا تأذي ولا تأثر على حياة الناس ولا على حياة نفسك. اتمنى المعلومات تكون فادتكم، ما تنساش تعمل شير عشان الناس تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.